الفرعون المصري والملك المحارب صاحب أعظم عقلية عسكرية في تاريخ مصر القديمة، والذي قاد أكثر من 17 حملة عسكرية لم يهزم في أي منها، إنه الفرعون المصري تحتمس الثالث. وتحتمس الثالث هو الفرعون السادس بين حكام الأسرة الثامنة عشر في عهد الدولة الحديثة، وهو ابن الفرعون تحتمس الثاني من زوجته إيست، وقد ولد عام 1481 قبل الميلاد. وكانت والدته إيست زوجة ثانوية للفرعون تحتمس الثاني، والذي توفي بينما كان ابنه تحتمس الثالث لم يكمل عامه الثالث، وتم تتويجه رسميا في منصب فرعون مصر خلفا لوالده. عملت عمته الملكة حتشبسوت كنائبة له، إلا أن حتشبسوت قد امتلكت من المهارة والحنكة السياسية ما مكنها من السيطرة على حكم مصر، بل إنها استأثرت على لقب فرعون لنفسها وأبعدت ابن أخيها عن الحكم. كانت حتشبسوت تمتلك من المهارة السياسية ما جعلت الدولة المصرية تزدهر في عهدها، وكانت بالفعل من أقوى الشخصيات النسائية التي تولت حكم مصر وتركت بصمات واضحة. في تلك الأثناء بلغ تحتمس الثالث أشده وتولى منصبا قياديا في الجيش، ومن هنا تظهر السمات العسكرية التي تميز بها تحتمس الثالث، والتي ميزت شخصيته العسكرية بميزات لا مثيل لها، والتي تجلت في قدرته على قيادة الجيش وحنكته العسكرية رغم سنه الصغير. فقد اهتم بالجيش وطوره حتى جعله جيشا نظاميا، وزود الجيش بالفرسان والعجلات الحربية. وأتقن المصريون في عهده صناعة النبال والأسهم، والتي كانت لها قدرات خارقة اعترف بها مؤرخو العصر الحديث. توفيت الملكة حتشبسوت بعد 22 عاما من حكم مصر، ليحمل بعدها تحتمس الثالث لقب فرعون مصر. وبمجرد توليته العرش المصري بدأ تحتمس في تحركاته العسكرية تأمينا لحدود البلاد، والقضاء على الحركات المعادية التي ظهرت من أمراء المناطق المتاخمة لحدود مصر من الجهة الشرقية، خاصة أبير قادش في سوريا، والذي تزعم حلفا وصل عدده إلى 23 جيشا في عداء ضد الإمبراطورية المصرية، ما جعل تحتمس الثالث لا يكتفي بتأمين الحدود الشرقية، بل قاد أول حملاته العسكرية خارج الحدود المصرية ضد أمير قادش، وقام بغزو قادش وبلاد الكنعانيين في محاولة جادة لتوسيع الإمبراطورية المصرية والسيطرة على تلك المناطق. كان تحتمس محاربا بارعا شجاعا قاد جيوشه بنفسه في جميع معاركه، وكانت أشهر معاركه الحربية هي معركة مجدو، والتي استخدم فيها خططا عسكرية كانت غير مألوفة في حروب هذه الأزمنة، حيث قام بتقسيم جيشه إلى قلب وجناحين. وقد قامت معركة مجدو بعد علم تحتمس الثالث بمجيء أمير قادش إلى مدينة مجدو المحصنة على رأس 230 أميرا بجيوشهم وعتادهم العسكري، ليوقف تقدم تحتمس الثالث عبر بلاد الشام. ظهر الذكاء العسكري لتحتمس الثالث في الطريقة التي وصل بها بجيوشه إلى مدينة مجدو، والتي كان للوصول إليها لابد من العبور خلال إحدى 3 طرق، 2 منهما يدوران حول سفح جبل الكرمل، وطريق ثالث يمر عبر ممرات جبلية وعرة وضيقة للغاية. لم يتوقع أمير قادش بمجيء تحتمس الثالث من خلال هذا الطريق الضيق، بعد أن قام الجنود المصريين بحمل عتادهم وعرباتهم العسكرية ومروا بها من خلال تلك الطريق الوعرة، مما شكل مفاجأة أصعقت أمير قادش، والذي توقع مجيء الجيوش المصرية من إحدى الطرق الواسعة والتي تمر بسفح جبل الكرمل. وتمركز بالفعل أمير قادش بقواته على رأس الطريقين، ولم يكن يدري عن عبور المصريين من خلال الطريق الجبلي الضيق، والذين قاموا على الفور في صباح اليوم التالي بتجميع عرباتهم الحربية وقاموا بالهجوم، وعلى رأسهم تحتمس الثالث على مدينة مجدو. واستطاع تحتمس اقتحامها بعد أن أربك بهذه الخدعة قوات أمير قادش، وأصبح جيشه مبعثرا ليحقق تحتمس الثالث نصرا عسكريا قلب موازين حروب ذلك العصر. كان تحتمس الثالث ملكا محاربا شجاعا أقام أقدم إمبراطورية عرفها التاريخ، فقد وصلت حدود إمبراطوريته من أعالي الفرات شمالا حتى الشلال الرابع على نهر النيل في الجنوب. تلك الإمبراطورية المصرية التي استمرت حتى عهد رمسيس الحادي عشر حوالي عام 1070 قبل الميلاد،
يلقب تحتمس الثالث بأبو الإمبراطوريات وأول إمبراطور في التاريخ، ويعد عبقريا عسكريا ومحاربا من الطراز الأول. بلغت المملكة المصرية في عهده أقصى اتساع لها، وشهد المصريين في عهده عصر رخاء وازدهار. بعد سيطرته على دول الجوار لتأمين الحدود المصرية، اهتم بتنظيم شؤون تلك البلاد، ونصب على جميع الأقاليم والتي خضعت لحكمه ولاة مصريين لتنظيم شؤونها، يساعدهم موظفون وكتبة. وقد كان تحتمس الثالث أيضا بارعا في تنظيم إمبراطوريته المتسعة من الناحية الإدارية، وأقام بعاصمته طيبة هيئة تختص بشؤون بلاد الفتوحات. وكان الأمراء المحليين لتلك البلاد راضين عن الحكم المصري، فلم يتدخل المصريين في ثقافتهم ومعتقداتهم الدينية. كما منحت أغلب الولايات حكما شبه ذاتيا تحت الإدارة المصرية. وكان غالبا ما يقوم تحتمس الثالث بدعوة أمراء البلاد الآسيويين لزيارة مصر، محاولا غرس الانتماء للثقافة المصرية فيهم. كما ازدهرت في عهده الحركة التجارية مع الإمارات الشرقية لمصر. كما ظهر التبادل الثقافي مع تلك البلاد طوال عهده، وحتى في عهود خلفائه من الفراعنة المصريين الذين استمروا في حكم تلك الأقاليم لأكثر من 400 عام بعد موت تحتمس الثالث. بنى تحتمس الثالث في العاصمة طيبة العديد من المعابد حسب المعتقدات المصرية القديمة، منها معبدا بجوار معبد حتشبسوت بالدير البحري. كما قام ببناء البوابتين السادسة والسابعة وقاعة الاحتفالات بمعبد الكرنك. كما أكمل بناء معبد هابو الذي كانت بدأت ببنائه حتشبسوت. كما أقام معبدا بمدينة منف. كما أقام 7 مسلات موزعة حاليا بين عواصم العالم، منها مسلة موجودة حاليا بمدينة لندن، وهي إحدى مسلتين أقامهما تحتمس الثالث أمام معبد الشمس بهليوبوليس. مات تحتمس الثالث عن عمر يناهز 82 عاما بعد أن حكم الإمبراطورية المصرية حوالي 54 عاما، وبعد أن أسس أقدم إمبراطورية عرفها التاريخ. لم يعرف التاريخ المصري القديم ملكا حزن المصريين على فراقه كتحتمس الثالث الذي دفن بمقبرة أعدها لنفسه بوادي الملوك، إلا أنه لا زالت مسلاته الشاهقة وأمجاد بطولاته العسكرية صامدة في وجه الزمن، لتحكي عن عبقرية لملك من أقوى حكام مصر الفرعونية، صاحبة أقدم حضارة ما زالت تذهل العالم بتراثها وأسرارها. فضلا إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس.